ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأفضل صحة وأحسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بيكم في قناتنا من داخل مصر أو من خارج مصر. بوجودكم بتكمل فرحتنا. جايلكم النهاردة في فيديو جديد ومختلف، يا رب يعجبكم. وما تنسيش بقى كده تحطيلي اللايك الحلو والكومنت اللي يفتح النفس وقوليلي انت بتتابعيني منين. هغسل معاكم كده المواعين دي وندردش مع بعض شوية، لكن الفيديو مش هيكون روتين. هغسل معاكم المواعين دي، لكن بقية الفيديو هاخدكم معايا في المكان اللي برتاح فيه. طبعا مش مستحب خالص ان احنا نسيب حاجة في الحوض كده، خصوصا في الصيف مع الحر وكده ممكن تعمل روايح مش لطيفة. بس اوقات بيبقى غصب عني، يعني ببقى اشتغلت كتير في البيت وتعبت، اروح مثلا انيم اسر فلاقيني النوم غلب عليا ومعنتش اقدر اقوم. فاول ما بفتح عيني كده بجري على المطبخ اغسل المواعين، اول حاجة بعملها لو عندي مواعين في الحوض. وبعدين نشوف بقى احنا رايحين فين النهاردة. الفيديو ده كان مفروض ينزل لكم بعد فيديو العيد ميلاد على طول، لان ده كان تاني يوم العيد ميلاد، بس انا اتأخرت عليكم لان الولاد عندي كانوا تعبانين جدا، فمعرفتش امنتجه كده. ربنا يحفظ اولادنا يا رب جميعا. عايزة اقول لكم يا جماعة خلوا بالكم جدا، الايام دي بجد في دور في الجو مش طبيعي. آسر خده، وتاني يوم سفيان، وعلى بالليل كانت رودينا تعبانة، بينتشر بطريقة مش طبيعية. الولاد الحمد لله خفهم، بس انا حبيت اقول لكم علشان تاخدوا حذركم برضو كده، وتخلي بالكم من اولادكم ومن نفسكم برضو، علشان الجو فيه يعني تحس فيه فيروس كده، مش يعني حاسة ان الناس كلها تعبانة والاطفال كلها تعبانة، فربنا يستر يا رب. ولسه المدارس كمان جاية، فربنا يعدها على خير والجو يظبط كده قبل ما المدارس تيجي، علشان انا رضينا السنة اللي فاتت يعتبر ما وديتهاش المدرسة الا ايام تتعدى على الصوابع، يعني كانت بتروح يومين وتيجي تعبانة اقعدها، ترجع لما تخف تروح تاني، تروح يومين وترجع تتعب تاني تاخد الدور فاقعدها. فيعتبر ما راحتش الا حاجات بسيطة، ايام بسيطة جدا. فكان نفسي بصراحة السنة دي تنتظم بقى وتمشي كويس في المدرسة وتروح كل يوم. وكمان سفيان مفروض ان هو هيروح حضانة السنة دي، فربنا يسهل يا رب ويعدي الوضع على خير. ربنا يحفظكم ويحفظنا جميعا من الغلاء والوباء وسائر الأسقام يا رب، اللهم آمين. ويرزق كل حد، كل اللي نفسه في طفل ربنا يرزقه بطفل سليم معافى يا رب، وكل اللي بيتمنى حاجة ربنا يرزقه بأكتر منها بإذن الله. ما تيأسوش من رحمة ربنا وكرم ربنا أبدا. ربنا كل ما تصبروا ربنا بيقول أنا عند حسن ظن عبدي بي، يعني دايما ظنوا في ربنا إن هو هيبعت لكم الحاجة اللي انتوا بتتمنوها. ودايما لما تيجوا تدعوا ادعوا بيقين ان ربنا هيحقق لكم الدعاء. لو دعائك حاسه مش بيتقبل وربنا مش بيستجاب، وحاسه ان جالك يأس وتقولي خلاص انا ما انتش هادعي مفيش حاجه هتحصل، لا اوعي، ده كل ما دعائك بيتأخر هتتفاجئي بكرم ربنا باستجابة الدعاء بأكتر ما كنت بتتمني. هتتفاجئي بفيض من النعم نازل عليكي هيخليكي تبكي من فرحتك والله. أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كان في سيدة قاعدة جنبه، يعني قاعدة سمعها بتتمتم كده بصوت واطي، فبيقول لها بتقولي ايه؟ قالت له بدعي ربنا. قال لها قولي سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10 وادعي ربنا يستجاب دعائك. ديننا يسر وعمره ما كان أبدا عسر. ديننا جميل واحنا في أيام ربنا يعني يطلعنا منها على خير. ومفيش حاجة نعملها في ايدينا غير الدعاء، مفيش في ايدينا غير اننا ندعي. احكي لكم على واحدة كده، كانت ربنا لسه مكرمهاش بطفل، علشان كان عندها مشكلة، لفت على دكاترة كتير جدا قالوا لها صعب جدا تحملي الا لو عملت طفل انابيب، لان كان مخزون المبيض عندها ضعيف جدا جدا ومفيش امل يحصل حمل طبيعي. وهي كانت قاعدة برا مصر، فراحت لدكتورة قالت لها على دكتور في مصر كويس جدا وروحيله وشوفوا هيقولك ايه، يمكن يقدر يعملك حاجة. فهي جالها يأس
وكانت رافضة تماما فكرة طفل الأنابيب دوت. المهم عدت الأيام، عدت شهور، وقررت إن هي تنزل مصر تشوف في الموضوع، يعني تروح للدكتور ده وتشوف هيقول لها ايه. فلما فعلا نزلت مصر وراحت للدكتور، يعني قعد وسألها واتكلم معاها وشاف هي عندها ايه وهي حاسة بايه وكده، وعرف منها الموضوع وطلعها على السونار علشان يشوف يشوف المشكلة اللي عندها. يعني هو عمال يكشف عليها ويسألها أسئلة وكده، جه يبص اتضح ان هي حامل، وحامل في السابع وهتجيب ولد. فكل ده الدكتور لسه ما قالهاش، هو مش عارف يقول لها ازاي. قاعد يسألها أسئلة ويقول لها انت قلتيلي ان انت بتحسي بخبط في بطنك، والمشكلة اللي عندك دي فعلا تعمل لك خبط في بطنك وكده. هو بيحاول ان هو يعني يهيئ لها الموضوع علشان ما يصدمهاش. وبعدين قال لها انت حامل في السابع وربنا هيكرمك بولد. وانا بصراحة يعني متفاجئ، لان المشكلة اللي عندك دي استحالة كان يحصل لك حمل طبيعي، بس هو كرم من ربنا. مفيش حاجة مستحيلة مع ربنا. يعني مهما الدكاترة قالوا لك مفيش امل، لا، يعني الامل ضعيف جدا، الموضوع صعب، اوعي تيأسي من كرم ربنا ورحمة ربنا. يعني سبحان الله بجد، ربنا لما بيقول للشيء كن فيكون. يعني مفيش حد يقدر يقف، يعني العالم كله ما يقدرش يقف قدام كرم ربنا ورحمة ربنا بينا. فالحمد لله دائما وابدا على النعم اللي عندنا وما احناش حاسين بيها. انتوا شايفين كمية المواعين عندي كانت قد ايه؟ الحمد لله خلصتها. اول مرة اسيب الحوض بجد بالمنظر ده وفي كمية المواعين دي، بس الحمد لله خلصت. فين يا حلوين؟ رايحين فين؟ رايح فين؟ بابا تعالى. على صوتك. بابا تعالى. رايح فين يا السوري؟ عند تيتا. عند تيتا. يلا تعال. انا مهلك، معلش معلش، قوم متزعليش. يلا يلا سوري، مالك؟ معلش اطلع يلا. يلا سوري، يلا سفيان، معلش تزعلش. ريحة الأكل على السلم، ريحة الأكل بتاعتي على السلم. خبط خبط، يلا خبط كويس. خد تعالى، رايح فين؟ تعالى سفيان. عايز ايه؟ انت لسه فاكر؟ اسال. خبط خبط انت على تيتا. سوسو ازيك يا دودو؟ عامله ايه؟ وحشتيني. مقموص كالعاده. يلا تعالى يا سوسو. وهنا كده كنت وصلت بيت امي، ربنا يخليها ليا ويبارك لي فيها يا رب. بيت العيله، البيت البسيط اللي اتربيت فيه واللي برتاح فيه، ولما بكون تعبانة كده بجري عليه عشان استجم واخد قسط من الراحة عشان اقدر ارجع اكمل تاني وانا كل نشاط. وكنت بوريكوا الاكل بتاع ماما كده الجميل، كانت عامله لنا ملوخية وكبسة، ومهما اكلت في بيتي يعني مش هيبقى بطعامة اكل امي طبعا. البيوت اللي احنا تربينا فيها بتاعت زمان دي بتبقى كلها دفى وراحة، البيت اللي عملتي فيه ذكريات انت واخواتك. فطبعا لما بتروحيه بتفتكري كل الذكريات اللي كانت بينك وبين اخواتك،
ولمتكم على ترابيزة واحدة وقعدتكم مع بعض. الونس بيبقى ليه طعم مختلف، يعني مهما رحتي ومهما جيتي البيت ده بيبقى ليه طعم مختلف. فربنا ما يحرمنا من بيوت أهالينا أبدا يا رب، ويخليهم لينا ويديم حسهم في الدنيا يا رب، ويرحم كل عزيز وغالي فقدناه. عايز تعمل ايه؟ اسمها ايه؟ ملوخية؟ لا ما تضغطش عليك، رجلي بتوجعني. اما نقعد بقى نقطف الملوخية. عملت مع تيتا الفراخ وغسلتها بجد؟ شطورة. وحطيت معاها البهارات. ازاي بس خلاص. طفها كده، بص كده. انا اقطعها كده. يلا اعمل، خد اعمل. مش كده. شاطر. النهارده كبسه وملوخيه. قول لك يا رضينا. وهنا الكبسة خلصت. ده صوت الديك بتاعنا بجد، الريحة فظيعة. أحلى كبسة بجد باكلها من إيد ماما. ربنا يخليها ليا ويبارك لي فيها يا رب. حبيت كده اجيب لكم لقطات من يومنا البسيط، وكده كنا حاطين الاكل علشان نتغدى. ايه مالك؟ عروسه وقعتني. عروسه وقعتك؟ ليه كده يا عروسة بتوقعي قاسر ليه؟ شوفي. لو انا العب صوري كده. طب حطها هنا، هي كده مش باينة. مش باينة، وريني. حلوة العروسة دي، جميلة. وماما بقى كانت عامله لنا احلى عاشوره. دي مش ايامها، بس احنا بنحبها والولاد بيحبوها فعملتها. كنت بدوقها بجد، كان طعمها تحفه جدا. وهنا بقى كده طلعنا السطح اوريكم الطيور بتاعت ماما. مفيش احلى من العيشه بتاعت زمان، العيشه البسيطه دي. كنا اكلين يومها رنجه، ده تاني يوم، فكنا اكلين يومها رنجه، فطلعنا بقى ناكلها على السطح. اشوفكم على خير في فيديو جديد، وسلام.